أجرى وزير الخارجية التركي مولد تشاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جون كيري، حيث تبادل فيه الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في سوريا. ويذكر أن تشاويش أوغلو قد أجرى عدة اتصالات هاتفية مع كيري خلال الأيام الماضية. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطات الأمريكية ودعتها إلى البت في أمر شراكتها وأن تختار ما بين تركيا أو الكرد الموالين للحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري. وأضاف أردوغان: على واشنطن الاختيار إذا ما كنت أنا شريكها أم أن إرهابي كوباني هم شركاؤها. بعد النبل والزهراء ما زال تقدم النظام السوري وحلفائه مستمرا في ريف حلب الشمالي، حيث تمكن من تحرير بلدتي ماير ورتيان، حيث بات الطريق مفتوحا أمامه للوصول إلى مدينة الرفعت القريبة من الحدود التركية، حيث أن النظام بات على بعد 16 كيلومترا عن الحدود التركية لجهة معبر باب السلامة. قالت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية. وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: موقفنا على الدوام هو أن أي حملة حقيقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن تشمل قوة برية، حيث قال: نحن لا نتحدث عن آلاف الجنود. اعتبر إيغور كوناشينكوف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن احتدام التوتر في سوريا جاء نتاجا لرعونة نشاط حلف الناتو، حيث جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن السوريين صدقوا وفي غضون بضعة أشهر على انطلاق العملية الجوية الروسية بحقيقة أنه من الممكن مكافحة الإرهاب الدولي والقضاء عليه في بلادهم، وصاروا يفكرون بمستقبل سوريا بعد أن ترسخت لديهم هذه الحقيقة. نظم عدد من مؤيدي حزب العمال الكردستاني تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل من أجل إنهاء الحصار والإفراج عن عبد الله أوجلان وإدانة هجمات الجيش التركي في المناطق الكردية، حيث اخترقوا الحاجز الذي شكلته شرطة أربيل وهاجموا رجال الشرطة، مما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الشرطة، كما هاجموا فريق شبكة روداو الإعلامية وأدى الهجوم إلى إصابة المراسلة والمصور. وفي السليمانية أيضا قد تعرض فريق شبكة روداو الإعلامية إلى اعتداء آخر من قبل عدد من المتظاهرين المنتسبين للشرطة وشرطة المرور في المدينة.